ولا تحتاري ولا تختاري، تعالى اقولك هتلمعي ازاي الاستانلس. هقولك على خلطة سحرية هتلمعلك الاستانلس والألمونيوم وكل حاجة عندك مش متلمعة. الخلطة بتاعتنا، لا استني قبل ما اقولك الخلطة، انا ميادة ودي قناتي. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتدوسي لايك على كل فيديو انا بنزله، علشان يا جماعة اللايك مهم وبيرفع من قيمة الفيديو وبيخليه يوصل لعدد اكتر من الناس. بصي بقى يا حبيبتي انت وهي، اول حاجة معايا انت شايفة الاستانلس بيلمع ازاي والبراد بقى تحفة. هنجيب حلة ونملاها مية زي ما انت شايفة معايا كده. تمام، انا بعمل معاكم يا جماعة خطوة بخطوة علشان خاطر انا مش ببخل عليكم باي معلومة. اي حاجة انا بقولها لكم في الفيديو بحذافيره زي ما بيقولوا كده. وحطيناها على النار، المية غليت طبعا، حطيناها تاني في الحوض، والخطوة دي مهمة، حطيناها تاني في الحوض. بصي بقى يا ستي، هنجيب كوباية خل. تمام، بصي بعمل معاكي خطوة بخطوة اهو، مش ببخل عليكي بأي معلومة. كوباية خل، وطبعا تكوني لابسة الجوانتي عشان ايديكي ما تبص. ومعانا هنا بيكنج باودر، هنحط الباكو كله، يلا ان شاء الله ما حد حوش. تمام كده، بصوا عمل الفش اللي عملها في المية دي، طبعا المية نازلة بتغلي. وبعدين هنحط فيها البراد، بصوا زي ما انت بتغلي اللبن كده. وبعدين شوية بريل كده حلوين، ما تبقيش بخيلة كتري. بصوا نقلبها بقى يمين وشمال يمين وشمال. واهم حاجة لازم تشيل الحلة من على البوتاجاز، اوعي تحطي الخل والبيكنج باودر وهم على البوتاجاز. ليه بقى يا ست الكل؟ علشان خاطر ما يفرش ويبوظ لك البوتاجاز والنار، ويبهدلك البوتاجاز والنار بقى تطفي والحركات دي. احنا نتفادى كل ده ونشيلها ونحطها في الحوض ونحط المكونات بتاعتنا والبراد ونرجع نغليها تاني زي ما انتوا شايفين كده. بصوا والله يا جماعة الخطوة دي اول ما تحطي بس السلكة كده على الاستانلس هتلاقيه البقعة دي اتشالت. سحر سحر سحر. بصوا لازم بغليه كده شوية، بصوا كأني بغلي بغلي ايه زي حاجة كده في المية، عمالة اعملها بالمغرفة واقلبها يمين وشمال كأني بسلق فرخة، زي ما بتسلقي الفرخة كده، تقلبيها كده يمين وشمال يمين وشمال كده وتفضلي ايه ويغلي. تعالي بقى اقولك هنعمل ايه. خلاص قفلنا عليه، هنجيب كلور الوان، اي نوع بقى كلور الوان عندك، وهنا كلور ابيض. تمام كده، ولازم نبقى لابسين الجوانتي عشان ايدينا ما تبص. خلاص بصوا عمل فش ازاي لما ده بيتحط مع ده، بيعمل خليط رهيب. ومعهم شوية بريل. والله يا جماعة الخلطة دي جربيها ومش هتندمي. بصوا الحوض الاستانلس بتاعي عامل ازاي من الخلطة دي برضه، ومعاها نص كوباية مية. تمام كده، عملنا الخلطة بتاعتنا. هنحط شوية من ده على شوية من ده، يعني بمقام غطيين 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 من كل ايه، من كل حاجة. خلاص كده، دي كنت بسيبها على النار تغلي، هشيلها دلوقتي واطلعها. بصوا غليت بقى، البراد غلي. هجيب بقى سلكة، السلكة الخشنة دي سحر ما بستغناش عنها في المطبخ. وهدعك بقى، هنزل عليه دعك دعك لحد، بصوا وانا بدعك اصلا هي البقعة طلعت، هو يعني لمع نضف لوحده. والله يا جماعة الحكاية دي جميلة جدا، بتلمع الاستانلس والألمونيا، اي حاجة عندك فيها بقعة تعملي نفس الخطوات دي بالظبط، هتلاقي الحاجة عندك بتلمع. والله وضيوفك هيخشوا ينبهروا باللمعان وبالنظافة، وكله من عليكي وكله نظافة ليكي. بصوا بنتي شافت البراد قالت لي ايه ده يا ماما، ده مش ده برادك من ساعة لما اتجوزتي؟ انت لمعتي كده ازاي؟ قلت لها ايوه طبعا، امك مش هتحتار، جبت الخلطة السحرية. بصوا يا جماعة والله هتقولوا عليها فعلا خلطة سحرية، لما تشوفوا النتيجة هتنبهروا. بنتي ما بقتش مصدقه، بتقولي الله يا ماما ده بقى جميل جدا، هو ازاي لمع كده؟ قلت لها اه طبعا يا بنتي، امك ما بتغلبش.
بصوا يعني انا بدعك اساسا وهي بتطلع. والليفة دي كمان، السلكة دي اللي هي الخشنة جميلة جدا، بتطلع البقع واي بقع صعبة، بتطلع البقع الصعبة عامة يعني. واهو بدعك فيه. بصوا القعر بقى، الارضية بتاعته، بصوا يا جماعة كانت مليانة بقع، مجرد ما انا بدعك فيها ما بيبقاش فيها ولا اي بقع. بصوا عمالة الرغوة تصفر ازاي من الصدى اللي بيطلع من الاستانلس. بصراحة يعني خلطة جميلة، مش خسارة ان انتوا تجربوها. والله يا جماعة جربوها ومش هتندموا. وبندعكوا من جوه ومن بره، وايدك بقى شغالة فيها. طبعا تبقي لابسة جوانتي عشان مأمنة نفسك، علشان طبعا كلور الالوان والكلور الابيض بياكل في الايد. فاحنا طبعا نبقى مأمنين نفسنا، ولا نتعرض بقى لايه اكلان ايد ولا الهرش ولا الكلام ده. نبقى متأمنين. تمام كده. بصوا وعمالة ادعك فيها بقى لحد ما ايه، بصوا بتملت رغوة. لو وصلتي معايا لحد الرغوة ما تنسيش تحطي اللايك مهم يا حبيبة قلبي، اللايك مهم. جوزي بقى قعد يقول لي ايه اللي انتي بتعمليه ده، ايه اللي انتي بتسوي ده، هو الدعك ده هيجيب نتيجة؟ هي الخلطة بتاعتك دي اصلا هتجيب نتيجة؟ لما شاف البراد سوري انبهر، قال لي ايه الجمال ده، كانت فين الخلطة دي من بدري وانتي سايبة البراد كده مش نضيف؟ قلت له هو بقى كل حاجة وليها وقتها. بصوا يا جماعة، بصوا اللمعان، بصوا الحلاوة. بصوا يا جماعة، والله يا جماعة الخلطة دي بقى لأي حاجة استلس عندك، للحوض للبراد للحلل اللي استلس، كله شغال، لأي حاجة شغالة. بصوا نظافة يعني ما فيش بعدها. بقيت اعمله، والله كنت بتكسف اطلعه قدام الناس. يعني انتوا متخيلين، لان الكاتل بتاعي بجد باظ وده اللي كنت بستعمله. انتوا يعني متخيلين المنظر البشعة بقى. فبس كل حاجة ليها وقتها. اهو بصوا الجمال. اهو طول ما انا لابسه الجوانتي بقى بدعك وانا مطمنه طبعا، لان انا كده كده ايديا مش هتتاكل، فالدنيا امان يعني. اهو غسلته. هجيب بقى الغطا بتاعه واعمل نفس القصة بنفس الخلطة بقى التانية. بصوا يا جماعة، والله تحفة تحفة تحفة. اعملوها وجربوها وهتدعولي، مش هتندموا. لا بجد جميلة. وفي مرة كمان ان شاء الله هبقى اعمل معاكم البوتاجاز والسندات بتاعة البوتاجاز والكوش وكل الكلام ده، حاجة البوتاجاز عامة يعني اللي عايزة تتلمع. وبرضو هقولكوا على خلطة تانية لتلميع البوتاجاز. والله يا جماعة جميلة جدا جدا جدا. اهو بصوا، وبتطلع الصفار وبتطلع كل حاجة. والسلكة كمان بتساعد، واحنا يعني بندعكها بتساعدنا اكتر. والله يا جماعة قوموا كده وتشجعوا اي حاجة عندك عايزة تتلمع عايزة تتنضف. بصوا الجمال. ولو وصلتي معايا ولما البراد ادعك اوعي تنسي تحطي اللايك. بصوا الاستانلس والله العظيم تحفة فنية. ودعكة الحوض بقى خدته دعكة بالمرة مع البراد. ولو وصلتي لحد البراد لما ادعك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، واهم حاجة اللايك يا حبيبة قلبي. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.